رئتي مدينة سراييفو. جبل ترباويج. جبل ترباويج يمثل بيئة ساحرة ويترك انطباعا خاصا وشعورا طيبا على زواره، وبالأخص عندما يرتدي ثوبه الأبيض في فصل الشتاء، وهو من المعالم البارزة التي يقصدها أهل سراييفو والسياح على حد سواء، انطلاقا من البلدة القديمة الغنية بتفاصيل تحمل أعبق التاريخ. أما هذا التلفريك فيعد الرابط الأساسي بين المدينة والجبل وأسهل طريقة التنقل بينهما. حضر افتتاحه عام 1959 عدد وفير من المواطنين، مما يدل على مدى حب الأهالي لسراييفو وجبالها. لا يمثل التلفريك بالنسبة إليهم وسيلة نقل فحسب، بل يحمل أيضا العديد من المشاعر والذكريات. هنا وفي أول الطريق نرى تذكارا ينقلنا إلى الماضي، المدينة الأولمبية، حيث كانت سراييفو مركز عالم الرياضة في عام 1984 حين استضافت الألعاب الأولمبية الشتوية، وتم بناء باحة الزلاجة الجماعية بهذه المناسبة على جبل ترباويج. أثناء حصار سراييفو لم يسلم التلفريك من آثار العدوان، حيث تعرض للتدمير بشكل كامل. لكن لا شيء يوقف صلتنا بهذا الجبل الشامخ، فقد قام البوسنيون بعد مرور 26 عاما من حادثة التدمير بإعادة فتح التلفريك الجديد، وتم تسمية محطة المغادرة باسم راما بيبر، أحد أوائل ضحايا حصار سراييفو، وهو كان عامل الصيانة في المحطة، وذلك تخليدا لذكراه. اليوم يحتوي التلفريك على 33 كابينة تتسع كل منها ل9 أشخاص، ويمكنك الاستمتاع برحلة مدتها 7 دقائق فوق سراييفو بتكلفة 10 يورو لتذكرة ذهابا وإيابا. عند الوصول إلى الجبل سيحسرك جماله وطرقه المغطى بالثلج ناصع البياض، وستشعر وكأنه يحمل نقاء الطبيعة ممزوجا بأصوات الأطفال البريئة، فمنهم من ينزل على الزلاجة من إحدى الأتلال، والآخرون يتراشقون بالكرات الثلجية وغيرها من الألعاب التي لا تخطر إلا على بال الأطفال. وحتى الحيوانات تشارك الأشخاص بهجة المكان. اقترب مغيب الشمس ومعه نهاية جولتنا. نتمنى أن تستمر الزيارات إلى هذه البقعة الخلابة، وأن تبقى مصدرا للذكريات الجميلة التي يرويها الأجداد للأحفاد.